واليوم يأتي المهموم إلى الغني الثري القوي السوي يقول له إني في كربة ما أستطيع أسدد أجار بيتي، وغدا أسجن أو تضيع أسرتي وأولادي، ولا يلتفت إليه بشيء. نزعت البركة من الأموال، نزعت البركة من الأوقات، لأن الراحمين يرحمهم الله نزعت الرحمة. بل أصبح الرجل الذي يبحث عن عورات المسلمين ليسترها وعن كربات المحتاجين ليفرجها بإذن الله أصبح يذم وأصبح يحتقر. تكون عندك 10,000 ريال فتسمع عن أخ من إخوانك أنه مكروب أو منكوب أو مفجوع، فتأتي وتفزع وتدفع عن مال، وإذا بالألسنة تتناولك هذا ما هو عاقل، هذا يضيع فلوس وهذا كذا. إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. كان الرجل إذا حس أن أخاه بحاجة ذهب يستدين من الناس من أجل أن يسد حاجة أخيه. واليوم الله المستعان، وخاصة في الدين. واعلم رحمك الله أنه إذا ضاقت بصاحب الأسرة وضاقت بالأرملة وضاقت بالمطلقة وضاقت بالشيخ الهرم من ضعفة المسلمين وضاقت بالمكروب والمنكوب الأرض وغلقت في وجهه الأبواب إلا باب ملك الملوك سبحانه وتعالى وإله الأولين والآخرين، فقه قربه بإذن الله لوجه الله أنك قد تسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. إن للمكروبين دعوات لا ترد، إن للمكروبين مسائل لمن أحسن إليهم سعدوا بها ولم يشقوا ورفعوا بها ولم يوضعوا. فكم فتح الله من أبواب الرحمات على من رحم المؤمنين والمؤمنات، تفريج كربات أمثال هؤلاء والشفاعة لهم وتفقد أحوال ضعفة المسلمين. الرجل يكون مع أخيه بعض الأحيان طالب علم مع أخيه طالب علم، يكون هذا من أغنى الناس والثاني من أفقر الناس، ويقول له والله يا أخي أنا أحبك في الله، وهو يرى بأم عينه شأف في ملبسه وفي حاله ورثاثه، بل وربما يبلغه أنه مكروب في إيجار بيته وإيجار شقته. قل يوم من الأيام أن يأتيه ويقول له خذ هذا المال واستعن به لقضاء حاجتك، وكأنه لا يعني من هذا الأمر بشيء. مات قومي وانقضوا ومضوا وماتت تلك الكرامات وخلفوني